بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة أخف من البسبوسة أو أطعم من الكيك، ولو جربتيها مرة الكل هيطلبها منك. هنحضر النهاردة ميكس ما بين الكيكة والبسبوسة، وهنعملها بأبسط المقادير. يلا كده من غير رغي كتير نشوف الوصفة بالتفصيل. بنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنحضر الشربات. معانا كوبايتين من السكر، ضفنا عليهم كوبايتين من المية. بعد كده هضيف عليهم عصير نص ليمونة، وهرفعهم على النار لحد كده ما يغلوا معايا. مجرد ما بيغلوا معايا بنهدي النار ونحسب له 3 دقايق، علشان عايزين الشربات يكون خفيف ما يكونش تقيل. يعني نحسب له 3 دقايق من بعد الغليان، ونطفي من عليه النار ونضيف عليهم الفانيليا. عايزين الشربات خفيف مش تقيل. ده معايا شفشق الخلاط، هضيف فيه 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وهضيف عليهم كوباية إلا ربع من السكر. السكر ممكن تقلليه وتخليه نص كوباية أو كوباية إلا ربع زي ما انت حابة. بعد كده هضيف 2 باكت من الفانيليا. لو عندك فانيليا سايلة هيكون أحسن، بيكون طعمها أحلى في الكيك. بعد كده هضيف عليهم كوباية من الحليب اللي هو اللبن السايل، وهنضربهم كويس. بعد ما ضربنا اللبن والسكر والبيض كده ولونهم ابيض وفتح معانا عشان نص عصير الليمونة اللي احنا ضفناه، هنا هنضيف عليهم 3 معالق كبار من جوز الهند، وكمان هضيف عليهم نص كوباية من الزيت، وهحطهم كده على الخلاط واضربهم جنبي لحد كده ما اخلط كوباية الدقيق دي، كوباية دقيق منخولة يعني مغربلينه. هضيف عليها ذرة من الملح، وهضيف عليها كيس بيكنج باودر كده وزنه 16 جرام، وهخلط كده الدقيق والبيكنج باودر مع بعض كويس لحد كده ما الخليط السائل يتضرب مع بعضه. اهو يا جماعة الخليط بتاعنا كده بعد ما ضربنا المقادير السايلة مع بعضها وضربنا معاهم جوز الهند، نزلنا بيهم كده على كوباية الدقيق اللي احنا خالطين فيها البيكنج باودر وذرة الملح، وهنبتدي كده نقلب لحد ما نتأكد ان الدقيق كله اتخلط معانا كويس كده ومفيش اي اثر للدقيق. بعد كده معايا هنا كوباية من السميد اللي هو دقيق السمولينا، اللي هو السميد بتاع البسبوسة اللي معلهوش اي اضافات. معايا كده كوباية منه هننزل بيها على الخليط اللي معانا، وهنبتدي كده نقلب بالراحة. ودي خطوة مهمة يا جماعة كده خدوا بالكم منها. هنقلب كده بشويش لحد كده ما نتأكد ان الخليط او دقيق البسبوسة اتخلط مع المكونات السائلة بتاعتنا. معانا طبعا صينية دهنينها كده دهنة سمنة. الصينية دي اللي هي الوسط في الثلاث صواني. طبعا بذكركم وذكر نفسي، الحاجة اللي احنا بنعملها طبعا بنذكر ربنا ونصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، علشان الحاجة كده تخلص معانا بسرعة وبتزيد حلاوتها وبتزيد بركتها. نزلنا بخليط الكيك زي ما احنا شايفين كده في الصينية، وهنديهم خبطتين على الرخامة، وبعد كده هندخلها في فرن يكون سابق التسخين في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180 أو 170 على حسب فرنك. طبعا بيكون مشغلين من تحت بس، وعلى ما بتلون كده من الجوانب وبتاخد لون خفيف على الوش تقدري تشغلي الشواية على نار خفيفة خالص لحد كده ما تاخدي اللون اللي انت عايزاه. واول ما بتطلع كده من الفرن بنسقيها بالشربات الدافي بتاعنا اللي احنا كده كنا سايبينه على الرخامة في المطبخ. شايفين الكيكة بسم الله ما شاء الله كده بتشرب الشربات، ده أكبر دليل على نجاح الكيكة بتاعتنا، كيكة الرواني. طعمها جميل وفعلا ميكس حلو بين الكيكة والبسبوسة. شايفين يا جماعة؟ اللهم بارك.
زي ما احنا شايفين كده. حابة تزينيها بشوية كده من جوز الهند براحتك، الخطوة دي اختياري، ممكن تستغني عنها. لو ما عندكيش تايمر في الفرن تقدري تخلي الحرارة وسط مايلة كده او قريبة من الهادية. بتاخد من 35 ل 40 دقيقة على حسب نوع الفرن بتاعك. هنقطعها كده وهنشوف شكل الكيكة بتاعتنا عامل ازاي. هي شايفين عاملة زي الاسفنجة يا جماعة. تاخد معاكي وقت خالص في تحضيرها، هتخلص معاكي كده في ثواني. هنشوف كده، هنطلع قطعة. شايفين الكيكة عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، واخدة لون حلو كده من تحت. شايفين مش مستحملة وطرية وهشة. شايفين؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفين الحلاوة والجمال؟ شايفين الكيكة يا جماعة؟ شايفين حلاوة الكيك؟ لو حباها ما تكونش مسكرة معاكي كده بزيادة، ممكن تخلي شوية من كمية الشربات، يعني ما تضيفيش ليها الشربات كله. شايفين يا جماعة طعمها تحفة، يعني خطيرة خطيرة، تحفة بمعنى الكلمة. دايبة دوب ومش مستحملة كده، طعم جميل ما بين البسبوسة والكيكة فعلا. طبعا خليناها كده لحد ما بردت معانا وقطعناها واتاكلت بألف هنا وشفا. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، يا ريت تحطوا اللايك فضلا وليس امرا، ومشاركة كتير للفيديو علشان يتشاف والقناة كمان تتشاف وتكبر بيكم يا احلى متابعين واحلى اخوات. خدوا لفة في القناة وان شاء الله تعجبكم وتنورونا بالاشتراك. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. سلام عليكم.